صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبال المرتاح. احلى صباح على عيون المشاهدين بتوع ماما سحور، وحط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحوره، واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحور. واحبكوا قوي لما تعملوا مشاركه للفيديو بتاعي تتفرجوا عليا، يعني كل المشاهدين بتوع ماما سحور، بدل يا حبيبه قلبي تتفرجي لوحدك اعملوا مشاركه وهات اصحابك واخواتك واولادك وقرايبك عشان يتفرجوا معاكي على الفيديو بتاعنا الجميل دي. دخلت استكبرت 10 فراخ دول كلهم بالصلاه على النبي كده ديو عشان اذبحهم عشان يخفوا العلف شويه. بقيت اجيب الشكاره العلف ما بقوش يقضوني، يقضوهم يجي يومين ثلاثه كده واجيب تاني. والعلف غلي، العلف الوقت غلي، العلف ب 650 جنيه دلوقتي، شكاره العلف ب 650. قلت ما استكبرهم بقى اخفهم شويه، اخف الفراخ شويه. كلهم 10 فراخ، ضربنا 10 فراخ بالصلاه على النبي كلهم ديوك. استكبرتهم هذبحهم كلهم واكيسهم واقوم حطهم في الفريزر، واقوم جايبه البوتاجاز وكل حاجه عندي، اولع ربك الميه واقوم اولع الميه واقوم منضفه معاكم. بس مش هجيب لكم بقى التنظيف ولا الحاجات دي. افرضي مثلا بنتك بتقرف واحده بتقرف من الحاجات الوحشه دي، لا هنضفهم معاكم. جايبه البوتاجاز وجايبه الميه وجايبه كل حاجه، ولا جايبه نص الحله ميه بتاعت طشت ميه هون عشان تبقى الميه كتير، وجايبه الكرسي وكل حاجه اللي انا اقعد عليه، كل حاجه الامن مستكين. 10 على 10. كنا في 5 دقايق كنا مخلصين وقاعدين. وجايبه بتاع البوتاجاز والكرسي وكل حاجه والانبوبه وكل حاجه بصور كده وعندنا والمغزى الطوال، والفراخ بتروح وتيجي هين علي. اجيك بالصلاه على النبي كبار ازاي هذبحهم كلهم بالصلاه على النبي. وهدي برضك لام مالك مش هنساه، دبحت ده اعملهم هم. انا امسك الفراخ دي كلها دبحتها هي عسل. ماما سحورها جايبه اكبر جوز ديو دي الديك دي اللي هو على الشمال دي نوار الفول الاحمر دي، جايبه دي فراخ ساس، جايبهم بالهم يجي شهرين ونص، بياكلوا علف كتير قوي الفراخ الحمرا دي. اهو هدبحهم كلهم بقى، بقول لكم هدبحهم. هدبحهم كلهم اهو 10 على 10. هدبحهم وانضفهم بقى واجيبهم وانا بغسلهم معاكم، راح اغسلهم معاكم هم بقى، اغسلهم بميه فم واثنين وثلاثه واربعه وعشرة عشان يبقى ما يبقاش ريحتهم زفره ولا حاجه. والكبايد اللي حطها الواحده والقوانص وحط الفراخ لوحدها، ده انا بالصلاه على النبي 10 فراخ. هغسلهم بقى معاكم كل حاجه الامن مستكب كده. وانضفهم بغسلهم بقى واحطهم في الاكياس بقى كمان شويه كده، اقعد يجي ربع ساعه على ما اغسلهم عشان انقعهم بميه وبخل وبليمون وبملح وبدقيق، حتى ال5 حاجات دول فيهم عشان الخل ما بخليش ريحه الفراخ زفر، ولا الليمون ولا الطماطم ولا اي حاجه من دي. عشان تبقى الحاجه نضيفه كده وحلو، والكباين معايا والقوانص وكل حاجه. بوريه لكم اهو، حتى ده لوحدهم وده لوحده. والطشت غسلته زي خليته لكم على سنكة 10، ولكني كنت مصمطه فيه بالسلكيه وخليته يشف ويريف. والبتاع بردك الصينيه والقروانه بتاعتي الطشت الصغير دي كل حاجه تبقى نظيف. ما كل حاجه نضيفه قدام منك نفر يقولوا نفسي يشتغل فيه. هنا بقى جبت الفراخ وطلعت بره فوق خالص من البيت عنده الحوض، واغسلهم بقى عشان اكيسهم واعملهم بقى معاكم اهو. بحوش بعد شعريه بردك فايته مني كده رفيعه صغيره بردك كده. الفراخ الحمراء دي ما بتستعملش زي الفراخ البيض. وانت بتصمتها يا حبيبه قلبي خلي بالك مني، وانت بتصمتها كمان مره اهو بقول لكم وانتوا بتصمتوها عشان الفراخ دي الحمراء دي ما بتستحملش زي الفراخ البيض. بتقوم متقلبه من هنا لهنا، تقلبها من هنا لهنا مرتين 3 قبل ما اغسلهم، قبل ما اجي من فوق البيت من فوق كنت غسلهم 3 4 تفمام ولا 5 كمان تحت.
في الدوار والمغزى اللي تحت، عشان تبقى ايه ما يبقاش فيها دم ولا حاجه. فيها ناس بتعرف من الدم، فيها ناس مثلا كده ولا كده. غسلتهم 3 4 مرات، يجي 5 والله يجي 6 مرات ولا 7 كمان، عشان تبقى ايه الحاجه نضيفه كده كومبليت كده. اهو كده بقى غسلتهم، واجيب القرواني عشان انقعهم بميه بالايه بدقيق بليمون بخل بملح وايه و4 حبايات طماطم. الطماطم دي بتحوش اي زفاره في الفراخ، اي فراخ اي حاجه بقوم حطهم في قلبي، يعني ايه اعصرها كده، والليمون والخل والدقيق والملح وكل حاجه. اه برصهولكم ايه رصه حلوه كده عسل. ايه واسيبهم يجي ربع ساعه كده، واقوم كيسهم بقى في الاكياس. اه احط عليهم الدقيق الوقتي، احط عليهم شويه ميه، واقوم جايبه الطماطم عصرها الاول، واقوم جايبه الليمون، واقوم جايبه الملح. اه جبت الطماطم اعصرها بقى ايه، بس تكون طماطم مستويه مش مستويه قوي، يكون نضيفه برضك، ما يكونش فيها حاجات وحشه تمسكها تعملها كده تعصرها قوي على ايدي. بس زي ما تكوني بتعصري طماطم راح تطبخي كده ايام زمان. وهجيب ايه، وهجيب الليمون، جايبه 4 ليمونات كبار، انا كنت جايبه 5، وعشان ايه احوش اللي حطيت واحده برضك ايه في الكباير والقوانص والليمون وكل حاجه من بيتنا برضك اللي احنا قاعدين فيه. واعصر برضك كده يعني ايه حاجات بسيطه كده، تعصري قوي برضك، تقعدي تعصري فيه، عشان ايه وتطلعي الحاجات اللي في قلبها دي، يعني الليمونه برضه عشان ما يبقاش ايه ريحه الفراخ زفر. اه والملح والدقيق، احط الملح اهون، الملح بقعد ايه ارش عليه كده، واسيب شويه برضك للكبد والقوانص. اهو دي الدقيق، وافتح الحنفيه بالراحه عشان ضغط البدي البتاع الميه في البدي احسن من الضغط بتاع الميه بتاعنا عندنا اللي في بيتنا اللي احنا قاعدين فيه. الصلاه على النبي، ضغطها الصلاه على النبي الميه تخنق كده فيه، وبتطلع فوق كمان لوحدها. واقعد اعملها بقى ايه، اسيبها لما تتنقع يجي ربع ساعه كده او نص ساعه. الميه كانت بتطرطش عليها في الوقت دي. ما رضيتش افتح الحنفيه قوي. اهو واحط شويه خل بردك معاكم، عشان انا كنت نسيت الخل، انا احط شويه خل. اهو زودتها شويه، شوف الضغط بتاع الميه دي شديد قوي، واسيبه بقى واقوم ايه حطها على الحوض من فوق كده، واجيب شويه خل. اهو كنت نسيت في حله كده في بتاع الحله، واقوم حطها في قلبي. اهو الخل بحوش اي زفره بقول لكم، والليمون وكل حاجه. وجبت الكباير والقوانص عشان ايه اعصر عليها ليمون، واعصر عليها بردك خل والحاجات اللي انا حاطه فيها دي. بس الطماطم ايه كان عندنا حبيتين وقمت عاملاهم وخلاص للفراخ. احط خل وليمون وملح ودقيق بردك للكباير عشان ما تبقاش ريحتها زفر، واحطهم في كيس لوحدهم. عاوزين نعمل حته بتاع ايه، حته كفته ولا اي حاجه. جبت ليمونه هون، حايشه ليمونه مخصوص للكبار والقوان، وشويه دقيق، حطيت الدقيق كله عليه. واجيب شويه خل بردك وشويه ملح، واحط جايبه حتى سايبه بردك شويه ملح في الطبق. عشان ايه كله يعني ايه كل حاجه تبقى ايه عامله كده. واحط شويه بردك خل على دي وعلى دي. انا الخل انا بروح اجيبهم من السوبر ماركت على طول، بروح اجيبه على طول من السوبر ماركت. امسك الحوض اغسله عشان ما يبقاش ايه الحته وحشه يعني كده. امسك الحوض اغسله بقى. الحوض دي كان عندي في بيتنا الجديد دي اللي احنا جددناه دي، كان عندي بس لما جددت جبت بتاع تاني. هنا بقى جبت الحوض صغير كده على قد على قد ما اقسم، واعمل حته الكبده معاك عشان نتعشى بيه، يعني احنا نشتغل وما ناكلش. وجبت فصين توم. دي التوم دي عندي من السنه اللي فاتت، تقعدي تقلبي فيه شويه، وتقوم جايبه البصلي بس 3 4 بصلات صغيرين، وتقوم حطهم وقرنين فلفل
والكبايد الكبايد بس، وتقوم حطاه اهو. تقوم جايبه البصل، شويه البصل اللي عاملهم طرنشات طرنشات كده، كانوا زي العسل. اهو كنا متنا من الجوع، كنا وقعنا من الجوع، قلنا لما نجيب نعمل ايه، ما تخسرش حاجه بقى، نقوم نعملهم بقى وخلاص نتعشى بيهم. اه ونقعد نقلب فيهم شويه لما يصفروا خالص، ونقوم حاطين ايه البتاع الكبايد عليهم، ونحط البتاع الملح وكل حاجه والفلافل وكل حاجه عليهم عشان ايه يبقوا حلوين. كانوا طعمين قوي. الحاجه لما تكون قليله بتبقى طعمه وجميل. او نجيب الكبايد بقى ونحطيهم اهو، مخرطها حتت حتت صغيره كده. دي كبده اسكندراني. اه وتسيبها شويه، لو اصل انت لو قلبت فيها ما تستحملش زي الكبده بتاعي والمغزى بتاع البهاي. الكبده بتاع البهاي بتبقى تستحمل شويه، لكن دي كبده فراخ ما بتستحملش. لو انت قلبت فيها تتهار. وعندي البهارات وعندي كل حاجه. احط شويه ملح ليها واحط البهارات بتاعتها، يعني استنى 5 دقايق كده واقوم حاطه لها ايه البهارات بتاعتها، او دقيقه كده. او انا اعملها بقى ايه عشان احط البهارات بتاع اللي بتبقى في اكياس دي، جايباها بردك من عند العطار. احط ايه شويه الفلفل، 4 قرون فلفل، حطهم عاملهم ايه طرنشات طرنشات كده، والطماطم مقطعها خرط خرط صغيره عشان ايه تخلي ريحتها طعمه كده وحلو. واحط البهارات بتاع الكبد اهو، وشويه الملح اهو، بوريها لكم اهو في كيس صغير كده، بتجيبوها من عند العطار. بس وانت بتجيبوه تقولوا له مثلا ايه جايبه جديده ولا قديمه. ان كانت قديمه ما تجيبوهاش، تبقى مده الصلاحيه بتاعتها منتهيه. الجديده تجيبوه، يعني ان كانت اسبوع ولا حاجه كده تجيبوه. وتجيب شويه ملح وتحط عليه وتسيبها بقى، وتقوم تسيبها هو ايه، وتطفي تعمل عليها البوتاجاز، توطي عليها البوتاجاز. دي البوتاجاز دي اللي عندي في البيت اللي احنا شاريينه الجديد. اه وتسيبها لما تستوي براحتها بقى. هنا بقى جبت ايه الغدا بقى تمام. جبت بتاع الكبدي وعملت سلطة ورايحين ناكل اهو 10/10. شوفوا الطبق حلو ازاي، شكله جميل ازاي، وليموني وجرجير جرجرونا الحبايب وعيش. واتعشينا معاكم بقى، يبقى عشاء ايه استثنائي كده. عشاء ايه يعني ايه حلو كده. هنا بقى جبت اللي غسلتهم بقى، كانت الفراخ اتنقعت، راح اكيسهم عشان احطهم في الفريزر. اخدهم الدار البيت بتاعنا الجديد القديم، واحطه في الفريزر. اكيسهم واحوش الهواء منهم، واربطهم بشويش عشان الهواء يروح منهم اهو. بتكلهم بالراحه كده بالراحه كده بشويش عشان ايه الكيس ما يتقطعش اهو، واحده واحده كده. وتصفوا الميه، اهم حاجه تصفوا الميه من الفراخ وانت بتحطيه، عشان الميه بتخلي ريحتها وحشه وانت بتحطها في الاكياس. عشان الميه بتحطها في الاكياس بتبقى ريحتها وحشه اهو. دول 10 بالصلاه على النبي كده 10 فراخ. اللي الفراخ الكبيره بحط ايه الكيس الكبير، الصغيره وهم كلهم زي بعضهم، بس انا ايه بستكبر بقى انا احطهم الجهاد والجهاد يعني كده اهو 10/10. جرع يا ماما سحور. ونعيشنا عاوز اجيب له بطتين في رمضان، يبقوا رمضان نعيش. هجيب بط من اللي هو ايه الفرنساوي دي، هجيب 10 ولا 15 وهصوره لكم بره. واللي ما بربيش يا حبايب قلبي ما بيعرفش ياكل. ان شاء الله يكون فرخ صغنن كده، هو شمورد صغير تعرفي تاكليه، احسن من الفرخ البرا وهو احسن من نص كيلو اللحم. الفرخ اللي لكي لما يكون انت اربع تنفار، الفرخ لك حلو لك وبرضك. البطه حلوه برضك مش مشكله، انا بحب البط، بحبه ما بكرهش اي حاجه في الدنيا. ماما سحوره ما بتكرهش اي حاجه في الدنيا والله. كرشه كلتي، لحمه الراس كلتي، كل حاجه بايه بربيه. جبت البط المسكوفي ربيته، جبت الفراخ البيضة الكبيرة اللي هي بتبقى في الزراعة دي ربيت. كانت الديك كان 45 كيلو على الميزان بالصلاة على النبي. وعاوز اجيبهم بس اللي الديك الوقتي ب 250 جنيه. قلت بدل ما اجيب الديك ب 250 ولسه هياكل علف كتير، بياكل 60 كيلو علف، قلت اجيب ايه
اجيب فراخ، اجيب 15 فرخه بود وخلاص، ولا عندي الفراخ الحمراء، ولا اجيب شويه فراخ حمر وخلاص لرمضان يبقوا عندي برضه. والفرخه مطلعه لي 12 فرخه بقوا حلوين مع اصفار وبقوا حلوين كده، والصلاه على النبي. عنده كل حاجه. ربنا يجعل عندنا الخير وعندكم الخير يا رب. لو حتى في البلكونه كده وانت ربيهم. هنا بقى جبت الاكياس وراح ايه اعملهم بكيس فيهم، ما عادش الا 2 او 10 على 10. وهنا بقى ايه خلصنا كل حاجه واحنا قاعدين بره. واحسن حاجه بقى ايه في الموضوع ده كله، هاخد اودي الفراخ على التخزين على طول في اكياسهم واحطهم في الفريزر ولا بات ما يتزفر ولا اي حاجه. الله يصلح حالكم يا رب بحاجه النبي يا اولاد، وخليكم مليون سنه يا رب بحاجه النبي محمد وعادل وسماح، وخلوا لكم ولادكم يا رب، ونفرح بكم في البيت التانية عدول انت ومحمد. خلصت بقى انا المهمه بتاعتي بقى، خلصت الاكياس الفراخ كلها، اعبها بقى نحوش الميه من اللي طشت دي، واقوم ايه واخده الاكياس بتاع الفراخ واقوم حطهم في البيت بتاعنا التاني، وهحط الكبايد والقوانص بردك لوحدهم اهو. القوانص دي قصدي اصلا الكبايد عملناه. واحوش الميه واغسل الطشت واقوم واخدهم بردك واقوم ايه موديهم البيت التاني وكده. ايه عسل الجدع يا ماما صحوه كل حاجه ايه قنبله كده كل حاجه، واحطهم واحده بواحده كده عشان ايه الاكياس ما تتفجرش مني. وكده خلص الفيديو، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.